ده بشين بعد 2000 سنة من العزلة أخيرا خرج للعالم، لكنه اكتشف إن كل حاجة اتغيرت. طائفته اختفت، والقوة اللي كان بيعتمد عليها بقت مجرد أسطورة. الناس بقت بتطير في السماء من غير طاقة روحية، والأقوياء بيتحكموا في العالم من خلال حاجة اسمها موبايلات. الصدمة هزته، بس يا ترى هل هو فعلا آخر مزارع حقيقي في العالم، ولا هيقدر يسترجع مجده وسط عالم نسي وجوده؟ وده اللي هنشوفه مع بعض. عاوزك قبل ما نبدأ يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتدوس لايك، ويلا بينا أقول لك الحكاية بدأت إزاي. تبدا الحكايه وبنكون حاليا في مكان مليان جبال، والبرق برضه بيكون مالي المكان، وساعتها بنلاقي في شخصين كده ماسكين شاب صغير اسمه يو، والشخصين دول ضربوا يو، ومش كده وبس، لا دول كمان رموه من فوق الجبل عشان يموتوه. في نفس الوقت ده البرق بيضرب المكان، وفي شخص تاني بيفتح عينه، وبنلاقي مجموعه اسمهم المزارعين فرحانين لان عمليه الاختراق تمت، وفجاه بيظهر كيان ضخم وغريب وسط الجبال. في نفس الوقت ده برضه بنروح لقلعه قوطيه المظلمه، فبنلاقي سيد القلعه متعصب عشان المزارعين نجحوا في عمليه الاختراق، وده بيخلي سيد القلعه يطلب من رجالته يجمعوا كل النبلاء، وكمان يجمعوا كل قوة عشان يحموا أرضهم، والمأساة اللي حصلت من 1000 سنة ما تتكررش تاني. بعد كده بنرجع تاني للجبال، وبنلاقي الشخص اللي فتح عينه بيضحك وفرحان علشان صحى وبنى أساسه، ومن شدة فرحته بيطير في الجو لحد ما بيظهر ليه روح كده، والروح دي بتقول له العملية دي أخدت منك 2000 سنة، أنا مش مصدق إنك ضعيف للدرجة دي. فطبعا الشخص اللي لسه قايم بيتصدم لما بيعرف إن عدى 2000 سنة، وبيلاحظ كمان إن الطاقة في العالم ده قليلة مش زي العالم بتاعه، فبيقرر يطير عشان يقابل أي حد ويتأكد. وساعتها بقى بيقابل الشخصين اللي لسه رامين الشاب من على الجبال، والشخصين دول على طول اول ما بيشوفوه بيضربوا عليه نار، وقتها بقى بيتاكد ان فعلا قوه الناس في العالم دي ضعيفه جدا، فبيضرب الشخص ببرق بسيط كده فبيفقدوا الوعي. بعدها بقى بياخد باله من الشاب اللي هم رموه، فبيروح يطمن عليه بس بيلاقيه ميت، فبيقرر انه يدفنه وياخد حاجته ويعيش بشخصيته. بعد كده بيخرج بقى وبينتحل شخصيه يو عشان يقدر يندمج اكتر مع الناس اللي مع العصر ده ويفهمهم اكتر. المهم ان يو بعد فتره بيتعب من الطيران، فبينزل يستريح شويه في الحديقه، وبعد كده بتيجي ليه طفله صغيره اسمها ينين، والطفله دي بتفتكر يو متشرد ومعهوش فلوس علشان نايم في الارض، فعلى طول بتفتح كيس شيبسي كده وبتعزم على يو لانها فاكره انه جعان ومعهوش فلوس، فبيشكرها يو بياكل شيبسي معاها لحد ما امها بتيجي مع الحراس بتوعها. في اللحظه دي بقى لما ينين لما بتشوف امه بتنزل عشان تروح لها، بس وهي بتعمل كده كانت هتقع، فحاول يو يلحقها بس ما لحقش يعمل كده لان الحراس افتكروا ان يو عاوز يخطف ينين، فواحد منهم هجم عليه، بس يو استخدم قوته وزقه بعيد بسهوله، فطبعا ينين عجبها جدا قوه يو وعرفت انه قوي جدا. بعد كده بقى بتحكي لامها على اللي حصل وانها كانت بتاكل مع يو، فامها لما بتعرف بتعتذر ليو وبتخلي الحارس يعتذر برضه. بعدها بتشكر يو وبتروح عشان تركب العربيه، بس في الوقت ده يو سلم على ينين فلاحظ انها مريضه، فخرج حبايه علاجيه كده معاه واداها لها وقال له لما تحس انك تعبانه خديها، وبس بعدها البت ودعته وركبت العربيه مع امها ومشيوا. وبنعرف انهم رايحين عند الدكتور المشهور شيو عشان هو اللي بيعالج مرض ينين النادر. المهم ان ام ينين بتاخد بالها من الحبايه العلاجيه اللي ينين اخدتها من يو، فبتخاف على ينين وبتطلب منها ترميها، لكن ينين بتقول لها انها تلعب بيها شويه، فبتوافق امها، بس فجاه المرض بيزيد على ينين وبيغموا عليها والحبايه بتكون لسه في ايديها. بعدها بقى بيوصلوا عند الدكتور شيو، وام ينين كانت هتتجنن عليها وعماله تعيط، فبيطمنها الدكتور شيو وبيقول له ان علاج المرضى واجبه، وبيبدا بقى يكشف عليها، وبعدها بيعتذر لام ينين وبيقول له انه مش هيعرف يعمل اي حاجه في حاله بنتها. فطبعا هي لما سمعت الكلام ده وقعت في الارض وفضلت تعيط لدرجه كمان انها طلبت منه يعمل اي حاجه بس ينقذ بنتها، بس شيو قال لها ان كل اللي يقدر يعمله هو تخفيف الالم عن بنتها، وعرفها ان عشان ينقذها محتاج حبوب التجديد، ولكن للاسف الحبوب دي وصفتها ضاعت من زمان وللاسف مش هقدر اصنعها. ولكن فجاه الدكتور شيو بيشم ريحه الحبايه اللي ينين اخدتها من يو، فبيتصدم لان ريحه الحبايه دي زي ريحه الحبايه اللي في الوصفه بالظبط. بعد كده بقى ام ينين بتعرفه ان بنتها اخدت الحبايه دي من شاب فقير في المدينه، فالكلام ده بيخلي الدكتور شيو يتصدم اكتر لانه بدا يشك ان الحبايه دي بتكون هي حبايه التجديد، فمن غير تفكير بيروح وبيدي الحبايه لينين، وهو بيفكر بان الشاب اللي ادالها الحبايه ده مستحيل يكون فقير. وبس بعد لما ينين بتاخد الحبايه بتبدا تهدى، والدكتور شيو بيطمن امها وبيعرفها ان بنتها تبقى كويسه لما تستريح شويه، وبيطلب منها كمان تشكر يو لان هو اللي اداها الحبايه وانقذها. ومش كده وبس، الدكتور شيو بيطلب منها كمان تخليه يقابل يو عشان يقدر ياخد منه شويه نصايح في الطب. ومن هنا بقى ام ينين بتعرف ان يو هو صاحب الفضل في علاج بنتها، فبتكون عاوزه ترد له الجميل، بس المشكله انها مش عارفه ساكن فين. بس الحارس بيقول لها ان ممكن يكون طالب في جامعه هايزو، فعطول بتقول له روح الجامعه وتاكد عشان لازم ترد الجميل ليه. على الناحيه التانيه بقى يو كان ماشي مستمتع في المدينه وشاري اكل وبياكل لحد ما فجاه بتجيله مكالمه على التليفون، فلما
بيفتح بيتصدم لانه بيسمع صوت عمته زو اللي كانت بتدافع عنه من وهو صغير من 2000 سنه. فبيرد عليها في التليفون وبيقول لها ما تقلقيش انا هكون عندك في الوقت المناسب. بعد مده بقى بيوصل يو فيلا جبل ليون واللي تعتبر مقر عائله جيانج. فبيبدا يخبط على الباب بقى عشان يدخلوه. ساعتها بقى بيكون في بنتين في الفيلا لكنهم بيكونوا خايفين من يو احسن يكون حرامي وبيحاول يسرقهم. فبتتفق تشين وشياو انهم خلوا الاسد الملكي يهجم على يو وفعلا ده اللي بيحصل. بس الايد اللي بيتكلموا عنه بيطلع مجرد كلب والكلب ده اول لما بيشوف يو بيتحول لكلب اليف ومش بيعمل له اي حاجه. وبعد لحظات بتظهر العمه زو فبيقول لها يو اول لما بيشوفها مرات معلمي. فبتستغرب وبتقول له قول لي يا عمه زو زي ما كنت بتقول لي وانت صغير. ومره واحده شياو بتيجي وبتترمي في حضن امها وبتقول لها الراجل ده اقتحم المكان وخوف الاسد الملك. فامها زو بتضربها على راسها وبتقول له لما كنت صغيره كنت بتنادي على اللي واقف قدامك ده. وهنا بقى شياو بتفهم ان ده يو اللي كانت نفسها تتجوزه من وهي صغيره. المهم ان حاليا بقى زو بتطلب من بنته تعرف يو على القصر لانها خارجه. اما يو فبيسلم على شياو وبيقول لها ازيك يا اختي. بس شياو بترفض تسلم عليه وبتسيبه وبتمشي. لكن يو بيكون مبسوط برضه لانه حاسس ان دي نفس العائله بتاعته اللي كان عايش معاها من 2000 سنه. المشكله بقى ان يو لما بيدخل القصر بيحس بتشكيل شيطاني من الدم والعظام موجود حوالين القصر. وكمان بيعرف ان التشكيل ده موجود بقاله 18 سنه وبيستهلك حياه عائله عمته زو والمعلم بتاعه. بس برضه يو بيلاحظ ان الشخص اللي عمل التشكيل الشيطاني ده شخص ضعيف وما اتعلمش الاساسيات حتى. بعد كده شياو بتتكلم مع يو بقرف وبتعرفه ان القصر ده كان اكبر مبنى مهجور في المدينه كلها. بس من 18 سنه المعلم فينغ عدل خطوط الارض في المكان ومن ساعتها اقتصاد هاي زو بدا يزيد لدرجه ان المكان ده بقى منطقه سكنيه للاغنياء. يو بقى لما بيسمع الكلام ده سال شياو لو ان فينغ ده قوي. فقالت له ان فينغ معلم مشهور جدا في عالم ما وراء الطبيعه وانه عالج جدها وانقذه من الموت. بعدها بقى يو بدا يفكر ويربط كل حاجه ببعض وده خلاه يشك في المعلم فينغ هو اللي عمل التشكيل الشيطاني ده وان كمان العقل المدبر او ممكن يكون متورط في الحوار ده. فبيقرر بقى يو انه يراقب فينغ وبيكون كمان فرحان وواثق ان الدنيا هتتحسن قدام لان عمته زو لطيفه جدا معاه. بعد كده بقى بنعرف انهم خلصوا اكل وحاليا بقى بنشوف شياو متعصبه منه جدا وبتقول عليه كروي وتفكر كمان في انها تنضم لفريق البروفيسور وانغ ولما ترجع المدرسه عشان تبعد بعيد عن يو. في نفس الوقت ده بقى يو كان بيودع عمته زو قبل ما تمشي من القصر بس قبلها بيديها حبايه زي حبايه تنتن عشان تعالج نفسها لو حصل لها حاجه. فبتفرح جدا بالحبايه دي وبتشكره وبتركب العربيه وبتمشي. واول لما بتمشي يو بيبدا يحس بان في نيه قوه قتل جايه من مكان قريب. وساعتها بقى بنشوف مجموعه كده جايين من الغابه والمجموعه دي بيكونوا عاوزين يقتلوه علشان ينتقموا منه. وفي لحظه يو لما بيحس بيها بيروح لهم الغابه وقتها كلهم بيهجموا عليه في نفس الوقت عشان ينتقموا لاصحابهم اللي يو قتلهم. بس فجاه زعيم المجموعه بيضحك كده وبيتريق على يو عشان شكله صغير في السن وبيقول هديك خيارين الاول انحني في الارض واقتل نفسك. ومش بيلحق يقول التاني لان يو بيختفي قدامه فجاه. في ساعتها زعيم المجموعه بيبدا يتوتر وبيقول هو ده المتوقع من شخص قتل واحد من احسن رجالي وبيطلب من رجالته يفترقوا ويدوروا على يو. وفعلا ده اللي بيحصل. بس الزعيم بيكون مستغرب ازاي يو بيقدر يختفي بالطريقه دي وبيفكر في ان لو عنده قوه زي دي هيقدر يوصل لمكان اعلى بكتير. وبعدها بيقرر يستخدم سلاحه السري عشان يقدر يلاقي يو والسلاح ده بيكون عباره عن بوصله كده بتحدد مكان يو. بس في اللحظه دي الزعيم بيتصدم لان بيلاقي سهم البوصله في نفس الاتجاه بتاعه ومش بيلحق يبص وبيلاقي يو واقف وراه وبيديله بقلب طوب في راسه لحد ما بيفقد الوعي. وبعد فتره بيفوق من تاني وساعتها بيتصدم لان بيلاقي كل رجالته متكتفين ومرميين على الارض. فبيفهم على طول ان يو قوي جدا ومهارته اقوى كمان من ساده الفنون القتاليه. فمن غير تفكير بيقرر هو وباقي رجالته ينتحروا بدل ما يعترفوا لانهم خايفين من الرئيس بتاعهم. فبيستغرب يو من كده لانهم انتحروا وبيسال نفسه يا ترى ايه هم الاشخاص اللي يو اغضبهم قبل ما ينتحل شخصيته. وبسبب كده يو بيكون عاوز يدرب نفسه عشان يستعد للرئيس بتاع الفرقه دي. ولكن بيقرر يروح جامعه هاي زي الاول. على الناحيه التانيه بقى رئيس الفرقه اللي اعضائها ميتين من شويه الخبر بيوصله وبيتاكد انهم ماتوا كلهم لانه عرف بسبب طائره الدرون اللي راحت لمكان المعركه. فبيتجنن جدا وبيتعصب وبيطلق قوته اللي من شدتها كل الموجودين في الاوضه بيطيروا من مكانهم. ومش كده بس لا ده بيأمرهم يبعتوا شخص تاني يقتلوا يو. في نفس الوقت ده يو كان نزل من الاتوبيس بصعوبه ووصل خلاص عند جامعه هاي زو. بس فجاه وهو ماشي بيلاقي شخص تعبان جدا وخلاص هيموت. فمن غير تفكير بيخرج حبايه من الحبوب اللي معاه وبيديها له وبيسيبه وبيمشي. وبعد فتره الشخص ده بيفوق وبيقوم لكن بيكون مصدوم لانه متاكد انه كان مصاب بسكته قلبيه. بس بيفتكر يو لما اداله الحبايه فبيقرر هو كمان يدور على يو عشان يردوا له الجميل اللي انقذ حياته وبيطلب من المساعد بتاعه يبعت له ناس يدوروا على يو. بعدها اخيرا بندخل الجامعه وقتها بنشوف شياو فرحانه انها رجعت الجامعه عشان بعدت عن يو. اما صاحبته تشين فبتقول لها انها سمعت في طالب جديد انتقل للجامعه. وبعد شويه المعلمه بتدخل الفصل مع يو وبتطلب منه يعرف نفسه للباقي. وبنلاحظ وقتها ان كل
الطلاب معجبين بيو جدا حتى شياو، لكن هي بتلاحظ انه شبه يو الريفي، فبتقول مستحيل الوسيم ده يكون هو الريفي. في الوقت ده برضه يو بيعرف نفسه للباقي، بس بيقول لهم ان اسمه هو بيشين، واسم بيشين ده هو اسمه في حياته القديمه. باقي الطلاب بقى لما بيسمعوا الاسم ده كلهم بيسكتوا، لكن شياو في اللحظه دي بتعجب بشين، ما تعرفش ان هو نفسه الريفي اللي مش بتطيقه. المهم ان المعلمه بعدها بتطلب من بشين يختار مكان يقعد فيه، طول شين بتكون عاوزه بشين يقعد جنبها، ده حتى شياو بتكون عاوزاه يقعد جنبها، بس بشين بيتحرك اخيرا، مش بيقعد ولا جنب دي ولا جنب دي، وبيروح يقعد جنب واحده ثالثه خالص. المشكله بقى ان ساعتها عصابه الفصل واحد منهم بيقول لزعيم العصابه تشانج ان شياو شكلها بتحب بشين، فبتعصب شانج جدا وبيقول لهم هنعلمه الادب بعد الحصه. وبعد ساعات لما الحصه بتخلص بيروحوا الثلاثه وبيحاصروا بشين، وبيطلب منه تشانج يبعد بعيد عن شياو، فبيوافق بشين وبيضحك كمان وبيقول له طيب، لانه مش عاوز يعمل مشاكل في اول يوم ليه في الجامعه، وبس بيسيبهم وبيمشي وهو بيضحك. لكن بشين بيقرر يعلم تشانج الادب، وبيستخدم قوته السحريه وبيحدف كره لعب صغيره على شعر تشانج، وبيمشي من غير ما حد ياخد باله. واول لما بيخرج من باب الجامعه بيسمع بقى صراخ صحابه وبيقولوا له بسرعه طفوا النار، فبيفهم بشين ان تشانج ضعيف وبيتفشخر بقوته بس. المهم حاليا بقى بشين بيكون عاوز يروح المكتبه عشان يقرا اكتر عن العصر اللي هو فيه ويفهمه اكتر. وفي نفس الوقت ده بنشوف تشين ماشيه مع شياو، وبتكون زعلانه جدا لان بشين مرضيش يقعد جنبها وقعد جنب تنج. بعد كده بياخدوا بالهم ان بشين جاي عليهم. في اللحظه دي بيحصل موقف مضحك، وهو ان في حمامه كده بتعملها على جزمه بشين، فبيوطي في الارض كده عشان يمسح الجزمه. لكن المضحك بقى ان شياو بتفتكر ان بشين بيعمل كده عشان يعترف لها بحبه، فبتتكسف وبتجري وبتقول له اسفه انا لسه صغيره على الارتباط. طبعا بشين مش بيكون فاهم اي حاجه من اللي شياو بتقوله ده، لان كل اللي كان بيعمله ان كان بيمسح جزمته بس. بعدها بنشوف تشانج اللي بيكون شعره كله اتحرق وبقى اقرع، وساعتها تشانج بيتجنن لانه شاف بشين برضه، فافتكر انه كان بيعترف ليه بحبه برضه، فبيتعصب جدا وبيقول انا هقتله، بس مش بيقدر يعمل له حاجه دلوقتي لان بشين بيدخل المكتبه والمكتبه دي فيها كاميرات، فتشانج بيقعد بره يستناه. المهم بشين بقى بيكون واقف في المكتبه وبيقرا كتب عن اساليب الزراعه، وباقي الطلاب الموجودين في المكتبه بيتريقوا عليه لانه بيقرا اساليب الزراعه، لان خلاص ما عادش حد بيقرا الاساليب دي دلوقتي. بعدها بنلاقي بشين اخد باله ان في اوضه كده مكتوب عليها الاوضه دي اوضه الوثائق القديمه، وطبعا الاوضه دي ممنوع اي حد يدخلها غير باذن. بشين بيلاحظ ان الحروف اللي على الباب دي مألوفه بالنسبه له وان ليها هاله قديمه، فعلى طول بيفهم ان الاوضه دي فيها اساليب زراعه من مستوى يوان يانغ او هو شان، ومن غير تفكير بيدخل الاوضه دي. بعدها على طول الامن بيجي مع البروفيسور وانغ اللي بيطلع هو نفس الشخص اللي بشين انقذه لما نزل من الاتوبيس. حاليا بقى البروفيسور وانغ جاي المكتبه عشان ياخد شويه وثائق قديمه للمشروع بتاعه، بس بيتصدم لما بيلاقي الاوضه اللي ممنوع حد يدخلها مفتوحه، فبيعتذر الامن وبيروح عشان يمسك الشخص اللي داخل الغرفه دي. واول لما بيدخل بيلاقي بشين قاعد بيقرا في الكتب القديمه، وساعتها بشين بيكون بيفكر في ان الكتب دي مجرد دليل للمبتدئين، وكمان الكتب دي مش كامله وفيها جمل ناقصه. وبعدها بشين بياخد باله ان الامن جاي وعاوز يخرجه بره، فبيعمل نفسه لطيف وغلبان وانه جاي هنا عشان يقرا بس الامن مش بيصدقه لانه حتى بروفيسور وانغ بيقرا الكتابات دي بالعافيه. حتى وانغ بيطلب من بشين يحط الكتب دي لانه كتب ثمينه، ولكن لما بقى بياخد باله من شكل بشين بيفتكر ان هو ده نفس الشخص اللي انقذ حياته واداله الحبايه، فعلى طول بيطلب من الامن يعتذر لبشين، فبيتصدم الامن لانه افتكر ان بشين شخص مهم. بعد كده بقى بنلاقي كل الطلاب الموجودين في المكتبه جم الاوضه، وكلهم بيقولوا للبروفيسور وانغ ان بشين مش بيعرف يقرا الكتابات القديمه، بس البروفيسور بقى بيكون عاوز يستغل الفرصه دي عشان يشوف لو ان الشخص اللي انقذه يقدر يقرا النصوص القديمه فعلا. في اللحظه دي بقى بيبدا بشين يقرا المكتوب في الكتاب بصوت عالي، ومن هنا بروفيسور وانغ بيتصدم صدمه كبيره لان كل كلمه بيقولها بشين موجوده فعلا في الكتاب. ومش كده وبس، لا بشين كان بيكمل الجمل الناقصه في الكتاب. وساعتها بقى كل اللي في الاوضه بيقتنعوا ان بشين فعلا بيقدر يقرا الكتابات القديمه، وبيلاقي ان بروفيسور وانغ نفسه وقع في الارض من الصدمه، فحاول بشين يساعده. ومن هنا بقى اخد باله ان ده نفس الشخص اللي هو انقذه، بس افتكر ان وانغ بيعمل كده تاني عشان ياخد من حبايه تانيه، فبشين طلع يجري بعيد من المكتبه. بعد كده بروفيسور وانغ سأل الامن عن الكتب اللي بشين اخدها وطلب منه يروح وراها عشان يعرف هو اخد ايه. وبعد مده الامن رجع وعرف وانغ ان بشين كان بيقرا في كتاب بين ين، فبيقرر البروفيسور وانغ انه ياخد الكتاب ده برضه عشان يتعلم منه زي بشين. المهم لما بشين خارج لقى العصابه بتاعه تشانج مستنيينه، فبياخد باله وبيعمل نفسه مش شايفهم لانه بيعرف برضه ان في ناس تانية بتراقبه غير عصابه تشانج، فبيضحك. وبعد ساعات بيرجع الفيلا من تاني. بعدها بيبص على عصابه تشانج بيقول لهم انتوا لسه ماشيين ورايا، وبيقوم بقى تشانج بيستعد عشان يهجم على بشين، بس مش بيلحق لان المجموعه التانية اللي بتكون بتراقب بشين جم هجموا عليهم وعجلهم ضرب. بعدها بقى حاولوا يهجموا على بشين، لكن بشين راوغ كل هجماتهم بسهوله وبدا يلعب معاهم شويه وربطهم في سلاسل بتاعه التشكيل الشيطاني، وبيستخدمهم بشين بكل مهاره وبيلغي بيهم التشكيل الشيطاني وبيموتهم كمان. وفي نفس الوقت ده المعلم فانج اتأثر بسبب تدمير التشكيل
التشكيل الشيطاني، واتعصب كمان لانه عرف ان في شخص كسر التشكيل الشيطاني بتاعه، فطلب من تلميذه الضخم إلوان يروح لهايزو عشان يعرف ايه اللي حصل هناك. بعد كده بنرجع تاني لبشين اللي بيكون حاليا ماشي في المدينه، ومره واحده كده في شخص تخين بيخبط فيه، وفجاه بيطلع يجري بعدها وبيكتشف بشين ان محفظته اتسرقت، لكن عادي يعني لان محفظته بتطلع فاضيه وما فيهاش جنيه واحد حتى. المهم ان بعد مده بيروح بشين السكن الجماعي بتاعه، ومفاجاه هنا بقى ان الشخص اللي سرقه بيطلع زميله في السكن، وبشين بيكون عارف ده بس بيقرر انه يعمل نفسه عبيط اكنه ما عرفش حاجه. بيعرف نفسه لزميله الحرامي وبيقول له انه طالب جديد اتعين في قسم الفلسفه. اما الحرامي فبيعرف نفسه برضه وبيقول له انا تشانج، وطبعا تشانج بيكون محرج برضه لانه يعني سرق زميله في السكن، عشان كده بيقرر يكفر عن ذنبه شويه، وبيعرض على بشين يروح معاه مطعم عشان يعزمه على الاكل. فبيوافق بشين، وحاليا بقى بيروحوا مطعم كده جنب السكن. ومفاجاه بقى ان زميله بشين اللي قاعد جنبها في الفصل تنج بتكون شغاله هناك في المطعم وبتقدم اكل للزباين، بس مره واحده واحد من الزباين بيزعق لها عشان الاكل بتاعه اتاخر، فبتعتذر ليه، لكن هو مش بيقبل الاعتذار ده وبيفضل يرخم عليها، وبيقوم كمان يمسك ايديها بالعافيه. في اللحظه دي بشين بيتدخل وبيزق الزبون اللي اسمه تشانج وبيقف عشان يحمي تنج. فطبعا الشانج بيتعصب جدا، فبيطلب من باقي رجالته يهجموا على بشين ويعلموه الادب، فبيمسكوا ازاز البيبسي وبيهجموا على بشين، بس بطلنا بيديهم بوكس واحد بس وبيطيرهم بعيد. وطبعا وقتها تشانج صاحب بشين بيتصدم لما بيشوف مهاره بشين، حتى كمان تنج بتتصدم هي كمان. اما تشانج رئيس العصابه فبيتجنن وبيرفع سكينته على بشين، لكن بطلنا بياخدها منه بكل سهوله. فعمنا تشانج بيجيب ورا وبينحني لبشين وبيعتذر ليه. بعد كده تنج بتشكر بشين عشان انقذها، وكمان بشين بيعرض عليها يوصلها لحد البيت عشان الوقت اتاخر، فبتوافق من غير تفكير وبتمسك ايده. وبعد مده بقى بيوصل لها فعلا لبيتها، وكمان بيعرف من تنج انه بيشتغل عشان امها مريضه فهي بتصرف عليها. لكن فجاه بقى بشين بيبدا يحس بهاله غريبه في المكان، فمش بيقول لتنج طبعا وبيطلب منها تدخل البيت. بعدها بقى بيلاحظ بشين الهاله دي ظهرت تاني، وبيلاحظ كمان انها شبه الطاقه الروحيه، مع ان الطاقه الروحيه في العصر ده خفيفه، بس الطاقه الروحيه الموجوده في المكان حاليا مركزه وقويه. فبيفكر في ان صاحب البيت ده مشبوه، وبتجيله فكره وهنعرف ايه هي قدام. المهم تاني يوم بيرجع بشين الجامعه، فبيدخل الحمام بقى، وساعتها بنلاقي عصابه الشانج معاهم شوال كده بيحاولوا يخطفوا بشين. بعدها بنسمع صوت صراخ خارج من الحمام، بس مش صراخ بشين، لا ده بيكون صراخ شانج وعصابته، لان بشين مسكهم عجنهم ضرب. ودلوقتي بقى بيكونوا بيعيطوا وبيطلبوا من بشين يسامحهم، لكن بشين مش بيوافق يسامحهم خالص، فبيعرض عليه تشانج فلوس مقابل انه يسامحهم. من بقى بشين بيستغل الفرصه احسن استغلال، بيفضل يضرب في تشانج وبيقول له انا هاخد 100,000، وطبعا المبلغ ده كبير بس تشانج بيوافق، وبيفرح بشين جدا لان بالمبلغ ده يقدر يأجر بيت مستريح. ومن هنا بقى تقدر تقول ان تشانج وعصابته جابوا ورق اخيره، وحاليا هيروحوا يعالجوا نفسهم ويقعدوا يفكروا في خطه لبشين. المهم ان بعد شويه بشين بيروح الفصل بتاعه عشان يدرس، وبيقعد جنب تنج بقى وبيطلب منها تأجر له البيت بتاع عائلتها، وبيعرفها ان فلوسه جاهزه فهي بتوافق عادي. بس في الوقت ده المعلمه بتاخد بالها ان بشين بيتكلم في الحصه، فبتحتفه بالتبشيره في نص راسه، فبيقول لها يا معلمه صحتك بتتدهور واليين واليانج عندك مش متوازن، محتاج تاخدي ادويه. فبتتعصب المعلمه من كلامه وبتطرده بره الحصه. فعادي الكلام ده اصلا مش بيفرق مع بشين لانه عاوز يروح المكتبه يدرس شويه، وبيخرج فعلا من الفصل. بس بعدها بيجي اتصال للمعلمه من البروفيسور وانج، فبترد بسرعه عليه، فبتتصدم لما بيترد لانها بتلاقيه بيقول لها ارجوك اطلبي من الطالب بشين يجي ليا عشان عاوز اضمه للفريق مشروعي. فطبعا المعلمه مش بتكون عارفه هو مين بشين اصلا، فبتسال بقى الطلاب عنه، فبتوضح لها تنج ان بشين هو الشخص اللي هي لسه طرداه من الفصل. فبتترعب المعلمه وبتطلع تجري من الفصل لانها عرفت ان بشين هو شخص مهم لان وانج مهتم بيه. المهم بتروح لبشين المكتبه وبتعتذر ليه عشان طردته، وبتعرفه ان البروفيسور وانج عاوز ينضم للمشروع بتاعه، المشروع اللي مش بينضم ليه غير المميزين. فبيعرفها بشين انه اصلا مش عارف مين وانج ده، فبتقول له هتعرف لما تشوف. فبقول لها طيب هخلص الكتاب ده وهروح له. في نفس الوقت ده في العياده بنلاقي تشانج وباقي العصابه بتاعته بيفكروا في خطه يوقعوا بقى بشين. فبيقرر تشانج يتصل بزعيم المنطقه عشان يعلم بشين الادب، وفعلا بيقول للزعيم. والمضحك هنا انه بيطلع تشانج اللي لسه بشين طاحن رجالته في المطعم. المهم ان تشانج وافق على طول لانه ما يعرفش ان بشين هو نفس الشخص اللي علم عليه. بعد فتره بقى بشين كان ماشي في الشارع عادي عشان كان عاوز يروح متحف التاريخ، بس سمع تشانج وهو بينادي عليه في نص الشارع وبيقول له انت فاكر انك هتهرب بعد ما سرقت مني 100,000؟ فبيبص له بشين كده وبيضحك، لكن شانج بيضحك برضه لانه واثق ان شانج هيجيب له حقه. في الوقت ده شانج وصل هو كمان، واول لما شاف بشين مات من الخوف وقعد يفكر بشين بيعمل ايه هنا، وبيكون عارف ان لو حاول يضايق بشين تاني ممكن يموت. اما بشين فبيبص باستهزاء كده لتشانج لما بيشوفه وبيقول له هو انت بقى اللي هتعلمني الادب؟ فتشانج عشان ينقذ نفسه ضرب الشانج بالقلم على وشه. ومش بس كده، لا اعتذر لبشين كمان وطلب منه يسامحه، وطلب من تشانج ينحني ويعتذر. تشانج بقى بيبدا يلاحظ تشانج انه مرعوب من بشين، فبيفتكر ان بشين هو زعيم العصابه السري، فبيجيب وراه هو
كمان وبينحني وبيعتذر لبشين. وبس كده، يا ترى شانج وتشانج هيفضلوا يخططوا كده لبشين ويعملوا له خطه ويوقعوه، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوف في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك، وان شاء الله استناك الجزء اللي جاي.